وصفة رائعة كما تشوفوا تذوب في اليد قبل الفم. سلام الله عليكم متبعيني متتبعات ديالي الاوفياء. اليوم غنقدم لكم وصفة البسبوسة سهلة اقتصادية بالليمون. كتجي المذاق خطير والريحة خطيرة كما تشاهدوا في الصورة. يعني من اروع الوصفات اللي تقدروا توجدوا لضيافكم ولحبابكم. كتوجد في دقائق. وكما وعدتكم ها هي الوصفة كاملة على القناة ديالي. هنا تلاحظوا هاد السيرو. اول حاجه تنبداو بها هي السيرو. تنديروا كاس عنبه ديال عصير البرتقال مع 2 معالق الى 3 معالق ديال سكر سنيده، ومعلقه مربى المشمش ولا اي مربى كتوفروا عليه. كنديروه فوق البوطه حتى كيختر، يعني حتى كيغلى لينا وتطلق لنا ديك الروائح والسكر تيذوب مع البرتقال. وكنطفيو عليه. من بعد كنجيبو خلاط كنديرو فيه 2 البيضات، كاس مع عمرت ديال سنيده، كاس مع عمرت ديال الزيت، فاني، قشور ديال الليمون، كاس ديال عصير ديال الليمون حتى هو ما عمرش، ياغورت باي نكهه متوفره، الفاني ولا الموز اللي عندكم في المنزل ديالكم. كنخلطوا الكل في خلاط حتى كيضاعف لنا المزيج. من بعد كنجيبوا البول ديالنا او الاناء، كنكبوا فيه الخليط، كنزيدوا عليه 2 خمارات واي ما يعادل 4 ديال السميده، يعني على حسب عيننا ميزاننا كيف تنقولوا. الخليط تيكون مجرد تنضيفوا السميده، تنديروا خلطه بمعلقه خفيفه، يعني كنخليو واحد 5 دقائق تيمتزج لنا داك الخليط. تيكون حاولوا ما امكن يكون سائل، يعني ما قابضش راسو. كنخليوه حتى ديك السميده كنحسوا بها شربت لنا داك الليمون ودوك السوائل كامله. ومن بعد كناخذوا المول ديالنا كنكونوا دهناه بالزبده او الزيت وكنرشوه بالسميد. من بعد كندخلوا الخليط ديالنا الى الفرن كيكون بارد، يعني كنشعلوه على حراره تقريبا متوسطه، بحال كنطيبوا الكيك العادي ديالنا. من بعد كنجبدوا البسبوسه ديالنا كتكون تحمرات، لما كانتش كنزيدوا نحمروا الوجه ديالها. كنزينوها على حسب الاختيار، من الاحسن بالكوك، يعني تجي كتعرفوا ان الليمون تيمتاز لنا مع نكهه البرتقال، يعني تيعطي واحد النكهه خطيره. والتزيين كنتركوا لكم حبابي واخواتاتي، يعني على حسب الذوق ديالكم، على حسب الاختيار. هانتوما كما تشاهدوا بسبوسه خطيره على ضمانتي، ومتابعه وباش يوصلكم كل جديد حباباتي.